السلام عليكم، كراكم لاباس عليكم؟ هانيين اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو جيتكم بواحد الوصفه سهله وبسيطه بالنسبه للناس اللي بغات الكلمه ديالهم تكون مسموعه وعندهم شي قضيه في المحكمه، سواء قضيه على دار او على شي حاجه في الخدمه، او عندهم شي قضيه ديال خصام او لا اي قضيه كيف ما كانت عندهم في المحكمه. ان شاء الله الكلمه ديالهم غادي تكون مسموعه وامورهم غادي تيسر، وهما اللي غادي يربحوا هذه القضيه باذن الله. طريقه سهله وبسيطه وغير بالقران ان شاء الله. اولا لطفا وليس امرا لمن غير مشترك في القناه يشترك معنا، يدعمنا بلايك وترك التعليقات اسفل الفيديو في استفساراتكم حول هذه الوصفه، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش تصلكم اشعارات القناه وكل ما هو جديد ومفيد بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما قلت هذه الوصفة خاصة بالناس اللي عندهم شي قضية في المحكمة، أيضا تقدروا ديروها حتى إلا كانت عندكم شي مباراة في امتحان، غادي تدوزوا شي امتحان ولا شي كونكور، ولا مثلا عندكم شي موضوع بينكم وبين الرئيس ديالكم في العمل او مديركم في العمل او في شي اداره، وبغيتوا كلمتكم تسمع واموركم تيسر، سواء عاد دفعوا شي وريقات الفيزا او غادي تسافروا ولا شي حاجه، فهاد الوصفه راها زوينه وخطيره بزاف. المهم نهار اللي غادي تكون عندكم مثلا المحكمه، غادي قبل ما تخرجي من الدار باش تمشي للمحكمه او تمشي للاداره او تمشي للبلاصه اللي غادي ترافعي عليها وباغيه تاخدي حقك منها وكلامك يتسمع فيها ويقولوا لك سمعا وطاعه ان شاء الله وامورك تتيسر، غادي توضاي تكوني على طهاره، يعني نقيه الثياب والبدن، وتكوني موضيه وضوء الصلاه، ولا باس في الدار قبل ما تخرجي تصلي واحد جوج ركعات لله عز وجل بنيه يقضي لك حاجتك، وبنيه انك تربحي في ديك المحكمه او في الاداره او المهم تيسر لك امرك. من بعد غادي تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 19 مره بالصيغه الابراهيميه اللي تنقراوها في التشهد الاخير من كل صلاه. من بعد غادي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم 19 مره، ثم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 19 مره. علاش نديروا هكا؟ حيت حنا طوال النهار ضروري ما غادي نكونوا هضرنا في فلان، نمنا في علان، درنا سرقنا شي حاجه او درنا شي حاجه اللي ماشي مزيانه، واخا يكون غير ذنب صغير وبسيط يبان لينا بسيط راه تيتسمى ذنب. فاحنا تنصليو على النبي وتنستغفروا باش ربي يتقبل منا ويتوب علينا، وعاد نبداو العمل النوراني ان شاء الله باش ربي يتقبلوا منا. هذه وحده. من غادي نساليو، غادي نشد يديا بجوج كفوفي، نقرب يديا بجوج اليمنى واليسرى بحال غادي ندعي، ونقربها لفمي ونقرا عليها سورة الدخان الشريفة 3 المرات مع النفس، يعني نخرج شويه الريق من الفم ديالنا ونفتو على اليد ديالنا، نكملوا الصوره نديروا 3 الخطرات، من بعد نعاودوا نقراوها مره اخرى، عاوتاني نفتو 3 الخطرات، ومن بعد نقراوها للمره الثالثه. من نساليو قراءه سوره الدخان 3 الخطرات غادي نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم 150 مره. بعد كل مره غادي نفتو 3 الخطرات، ولا ما قديتوش بعد كل 10 مرات نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم نفتو على يدينا. ملي نساليو غادي نمسحوا الوجه ديالنا بيدينا اللي قرينا فيها سوره الدخان والبسمله، ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، ونخرجوا من الدار مع قراءة أذكار الصباح إذا كنت عندكم محكمة الصباح، ولا في العشية أذكار اليوم، ولا ومن اللي نخرجوا من الدار طبعا غادي نقراو أذكار الخروج من المنزل، وحنا غاديين في الطريق وحنا تنذكروا الله، وحنا الا كنا حافظين سوره الدخان غادي تنقراوها في الطريق، غادي تنسبحوا، غادي تنستغفروا، غادي تنطلبوا الله بان ربي يوفقنا وييسر لنا امورنا حتى نوصلوا للوجهه ديالنا، بدل ما نبقاو غادي تنهضروا هذا دار وهذا فعل مع شي حد، ولا تنمنموا، ولا الافكار السلبيه تتعمر لنا في الراس، ما عرف واش غادي ننجح، ما عرف واش غادي نربح، ما عرف واش غادي نكسب هاد القضيه، ما عرف واش غادي ندير.
خير، ونمشي وحنا كلنا يقين في الله عز وجل بان امورنا غادي تيسر وبان قضيتنا غادي تصفى وغادي نربحوها. وان شاء الله الايمان ديالنا يكون قوي ويكون كبير ويكون صادق ونكونوا خالصين لله عز وجل. وان شاء الله من غادي توصلي للمحكمه وغادي تهضري وتدلي بالاقوال ديالك او تعطي الوراق ديالك او تمشي للسفاره وتعطيهم وريقاتك وداكشي، ربي اصلا غادي يعطيك القبول في داك الوجه اللي مقري فيه القران وغادي يسر لك امورك. فديريها بيقين ورجعي في حالاتك وانت مطمئنه البال مطمئنه القلب مطمئنه العقل، وما تفكريش بزاف في ديك القضيه. يعني سيري ديري اللي عليك ورجعي ونسايها وربي ما غاديش يخيبك. هاد الموضوع انا حطيته لاني واحد المره شت واحد التعليق ديال واحد السيده تطلب ديال المحكمه. ما عرفتش واش غادي تسمع هاد الاوديو او هاد الفيديو او غادي تشوف هاد الفيديو ولا غادي تكون المحكمه فاتت. فانا تنستسمح تنقول سمحي لي على التاخير اللي ما كانش بيدي، لان الفيديوهات اللي كنت نحط كنت مسجلاهم ديجا، فلذلك عاد اليوم سجلت هذا الفيديو. فنتمنى نكون يعني ما يكون الوقت ما فاتش. وبالنسبه للناس اللي عاد عندهم محاكم ولا قضايا ولا شي حاجه نتمنى يديروا هاد الوصفه، راها خطيره بزاف وراها غير القران، يعني لا شعوذه ولا حتى شي حاجه. توكلوا على الله وديروها وتوكلوا خرجوا وان شاء الله ربي ما غاديش يخيبكم. هذا كل شيء لليوم. الى عجبكم الفيديو كالعاده ما تنساوش ديروا شير تنشروا الخير بين الناس فالدال على الخير كفاعله. ما تنساونيش من دعائكم. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله مع موضوع جديد، فكره جديده وسعاده جديده. واحبكم في الله الى الملتقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.